بسم الله الرحمن الرحيم. الآن نقف في متحف الأخدود للآثار والفنون كمشاركة من الهيئة العامة للسياحة والآثار في قرية نجران بالجنادرية. هذه القرية العملاقة التي يقف على هذا المشروع على مشروعها صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة نجران رئيس مجلس التنمية السياحية. وحقيقة تعتبر هذه القرية مفخرة للجميع سواء في نجران أو غير نجران، لأنها تبين وتدل على حفاظ نجران وأهل نجران ومسؤولي نجران على هذا الإرث العمراني المميز الذي صدرت توجيهات كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز بالحفاظ على هذا الإرث العمراني الجميل الذي يدل على أن هذه المنطقة لها عمق وبعد تاريخي مميز. المتحف الأخدود اللي حنا فيه يضم أكثر من 50 صورة، بالإضافة إلى عدد من المطبوعات والتذكارات والسيديات التي ستوزع إن شاء الله على الجمهور الكريم. ويقع في خلف المكان اللي أنا فيه جدار الأخدود الشهير الذي يضم العديد من النقوش والكتابات، لعل أهمها حصان الأخدود وصورة النقش المسند وصورة الأفاعي اللي موجودة على جدار الأخدود. وكما تشاهد أخي مانع هناك معلومة متكاملة على الصورة. فالمتحف عبارة عن كتاب مفتوح، يستطيع أي زائر لهذا المتحف أن يخرج بمعلومات متكاملة. لا يسعني هنا حقيقة أن أنا زف التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز على إنجاز هذا المشروع العملاق، والتهنئة موصولة إلى كافة أبناء وبنات وأهالي منطقة نجران جميعا على أن تم إنشاء هذه القرية العملاقة في الجنادرية في وسط الرياض، على أطراف الرياض الحبيبة في وسط نجد الغالية، لتكون هي سفيرا سياحيا وإعلاميا لنجران وتراثها العمراني وموروثها الشعبي. كما أزف التهنئة لكل من عمل في هذه القرية سواء اللجان التنفيذية أو اللجنة التحضيرية وكل من بذل جهدا في هذه القرية، نقول له أحسنت وبيض الله وجهك. وهذا ما نريده من المخلصين في هذه المنطقة، أن يعملوا وأن يتركوا الآخرين هم من يحكم على عملهم. العمل رائع، القرية رائعة، الليلة ليلة جميلة في هذا المساء المعطر والذي زاد جماله أني أقف في صحيفة نجران نيوز مع الأخ مانع الكريشة. شكرا لك أستاذ مانع، شكرا لنجران نيوز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.